أولا ألف مبروك لنادي الهلال وجماهير نادي الهلال، فوز ونتيجة وذهاب إلى نصف النهائي من بوابة الكبير الاتحاد. كان لي مقطع قديم أتكلم فيه عن بنزيما، أحلل فيه مستوى الاتحاد. قلت أنه بنزيما محتاج معاه جناح سوبر، يعني معتمد على جوتا. إذا برز جوتا تبي تشوفون أفضل نسخة من بنزيما. حتى في ناس زعلت علي وقتها، ولكن قراءتي الشخصية بحكم أني أنا متابع للاعب. أنا شفت بنزيما لما كان مع كريستيانو رونالدو أهدى كريستيانو رونالدو كور ذهبية كثيرة. لما راح كريستيانو رونالدو بدأ يلخبط فينيسيوس فترة على الجنب، اختفى بنزيما. ولما فينيسيوس استعاد مستواه أو برز، أخذ بنزيما أفضل مهاجم ولاعب على العالم أو على مستوى العالم. اليوم جوتا لا هو موجود لا دفاعيا ولا هجوميا، وبنزيما لاعب وسط، واللاعيبة متجمعة في الوسط، ما في أحد يفتح أرض الملعب. كان انتشار سيء جدا من الاتحاد. الشيء الثاني، أقوى خطوط الهلال في المنتصف، 2 نجوم سافيتش ونفيز، ومعاهم كان نولي دائما مميز مع خيسوس. قابلهم الأستاذ نونو، حط لك محور ارتكاز وحيد اللي في شكوك حوله لياقته وجاهزيته، اللي هو كانتي، وجاب جناح مدري يسار مدري يمين العمري، حطوا لاعب وسط، وجاب صانع اللعب اللي دائما يلعب للأمام ورقم 10، حطوا محور ارتكاز. كورنادو مثلا أكثر لاعب مؤثر وصاحب التحولات واللمسة، لا قطع ولا كورة الشوط الأول، ولا صنع ولا كورة، بعيد جدا عن مرمى الخصم. ولما تشوف نانو تحس أنه أخذ المباراة بالمقلوب. لما تأخر بالنتيجة الشوط الثاني دخل محورين ارتكاز وقلب دفاع على حساب مهاجمين. تفكيره اليوم ما أدري كيف. هو غالبا لما يغلط المدرب في الشوط الأول ما يقدر يدارك الشوط الثاني، خاصة لما تكون الدكة محدودة. الهلال اليوم تطور ملحوظ مميز. أمس تكلمت برضو أنه الهلال يبي يعود بالمستوى من بوابة الاتحاد، خاصة اللعيبة المحلية تبي تشوف أكثر من لاعب مميز. اليوم لما يلعبوا في المباريات الكبيرة الهلال دائما بالموعد. مثلا سالم الدوسري اللي كان مختفي في المباريات السابقة اليوم بدأ، واجباته الدفاعية كانت خيالية جدا، أدى مجهود غير طبيعي في الملعب. غير أنه أخذ المباراة على أجزاء. في البداية لعب طويل اللي متعودين عليه، شوية بدأ يلعب الباصات القصيرة، صار في تبادل أدوار بين نفيز وكنو، ينزل نفيز ويطلع الكورة، ولما تيجي الهجمة عند مرمى الاتحاد تلقى نفيز حاضر موجود. فكان في تبادل أدوار مميز. مالكم اللي أول مباراة لي ولعب في دور أو في مركز غير مركزه، أدى بأداء ممتاز، تسجيل دخول مميز جدا، لعب السهل الممتنع من لمسة واحدة لما يكون بعيد وما يقدر يشوت، ما في فلسفة مثل بعض المهاجمين اللي عندنا. ولما لعب جناح جاب جول، لاعب جدا مميز واختيار موفق. برضو الهلال لما تقدم بالشوط الثاني عرف يلعب الاستحواذ والباصات القصيرة ويضيع الوقت، ياخذ الكورة يهدي الرتم، الشيء اللي ما تعودناه احنا من خيسوس. كان دائما مندفع حتى لما يتقدم، ودائما يتأخر في الشوط الثاني لأنه مندفع على رتم واحد. لا اليوم أخذها على أجزاء، وفي تطور ملحوظ جدا بين انسجام اللعيبة وتكتيكيا. وبرضه كان في تفوق نسبي باللياقة، لأنه معروف خيسوس أنه انضباطي، ولكن هل نتكلم على التكتيك والانسجام والفكرة، فكان في تفوق نوعا ما جسديا، لا بالأطوال ولا باللياقة. الشيء اللي يحسب للهلال من قبل مباراة الاتحاد، الضربات الثابتة صار مميز فيها الاتحاد بحكم أنه اللي ينفذ الكورة صار نفيز، وعندك أكثر من لاعب مميز بالارتقاء وبقراءة الكورة. كان المباريات اللي راحت كلها كوليبالي يطلع مهما كانت الظروف، يطلع وياخذ الكورة، واليوم سافتش معه، غير أنه في لاعيبة من الأساس موجودة أصحاب أطوال. وبالمقابل عند الاتحاد ما في إلا لاعبين وثلاثة طويلة اليوم بسبب الظروف والغيابات. مباراة كما قلنا أمس إنها جميلة جدا ممتعة، السيناريو اللي فيها، الأهداف، ونتمنى القادم أفضل إن شاء الله. إذا أعطتوني باصات نظيفة بعطيكم صناعة في المستقبل خيالية. الباص باللايك بالتعليق بإضافة القناة. تحياتي للجميع.